أنا من عشاق تبولة الخس، ودائما أعمل تبولة الخس حتى بالعزايم أكثر شي هي أعملها. قلت هالمرة خليني أجرب الاثنين، تبولة الخس وتبولة البقدونس. إذا حابين تعرفون رأيي إنه غيرت رأيي بتبولة الخس ولا لا، تابعوا المقطع للأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم بكل خير وحب وبركة. أول شي أنا راح أنقع البرغل. أنا بالعادة أنقعه بليمون ومي البندورة، يعني البندورة اللي بدي أحطها مع التبولة أقسمها بالنص، أطلع اللب تبعها وأعصر ليمونتين ثلاثة على هاي، بس ما أحط بس الليمون ومي البندورة. ملح انتبهوا لا تحطون، بس الاثنين. يعني أنا قبل ما أخلص تقطيع البقدونس والخس وهاي الأمور يكون البرغل منقع يعني. عن جد جربوه بهاي الطريقة. طيب البرغل تطلع طعمته حامضة وطيبة. هلأ نبلش بتبولة البقدونس وبعدين تبولة الخس. هي نفس الشي. هون هلأ نبلش بالنعناع، بس انه فرق بقدونس او خس، وتبولة الخس بس انه نحط احنا نزود الخس عليها يعني، بس يعني. وبتبولة البقدونس اكثر، مثلا اذا بدي اعمل تبولة بقدونس اسرم 3 شدات 4 حسب العينة. احط عليها مثلا كم ورقة نعناع، بصلتين، وانا نسيت هون احط بصلاية. انا بالعادة احط بصلاية عادية، حطوا انتم بصلاية عادية حتى تعطيها نكهة. واقطع عليها بندورتين بس ما اكثر يعني. هاي بالنسبة لتبولة البقدونس، يعني البقدونس وبندورة وبصل عادي وبصل أخضر وكم ورقة نعناع. أما تبولة الخس كمان بصلتين قطعتوا عليه، تحبون أكتر حطوا بندورتين. خساية أنا ترمتوا خساية كاملة، وعرقة والخس خساية كاملة. انتم أنا هون بصراحة كنت مستعجلة وما نعمت البقدونس. انتم نعموه قدر الامكان، قد ما يطلع ناعم اطيب يعني. عن جد بشكل عام اي حدا فينا بالعزايم اكثر طبق يخلص اول شي طبعا، يعني اكيد باقي الاطباق طيبة، بس طبق التبولة اول شي يخلص ورق العنب. كل عالم الاطفال الصغار الكبار يحبونها. انا هون هلا اخلط البقدونس، هاي تبولة البقدونس اخلطها واحط عليها نص البرغل نقعته بالليمون والبندورة. نحرك احنا بايدينا يعني، ما انه تختلط كل المكونات. احط عليها نعناع وملح بس. في ناس انا بعض الاحيان اضيفها بصراحة رشة قرفة ورشة فلفل، رشة برشة يعني. اذا بدكم تحبون هذا الشي ضيفوا، ما تحبون كيفكم. انا بعض الاحيان ارش بعض الاحيان لا. كاس زيت زيتون، كاستين قد التبولة. تبولة البقدونس بدها يعني سوائل أكتر، يعني أكتر من الخس. يعني أنا هون تبولة البقدونس حطيته عليها كاستين زيت زيتون، والناب رجعت وعصرت الليمون عليها. أما تبولة الخس يعني مثلا تاخد شوي زيت زيتون، يعني كاسة ما أكثر يعني. كاسة زيت زيتون والليمون نفسه، يعني أعصر النوب 2. أنا هون قهوة أجرب السلطة حتى تقدرين تعمليها نظام غذائي يعني. إذا أنت تعملين ريجيم يعني مثلا العشاء استبدليه بتبولة، يعني حتى البرغل معاها عادي ما يعمل شي. حتى تقدرين إنه تستبدلينها، يعني مثلا ما تتعشين تاكلين تبولة يعني. عن جد يعني أول شغلة لما ينزل وزنك وجهك يضل مثل ما هو، مثلا ما يضعف، يعني ينزل الوزن بس الوجه يعني يضل محتفظ، يعني مثلا الخدود ما تضعف أو شي، يضل الوجه مثل ما هو. هون أنا قام أخلط بتبولة الخس، طبعا نخلط بالإيدين، ونفس الإضافات اللي ضفتوها لتبولة البقدونس، البرغل والملح والنعناع بس، وزيت الزيتون. أرجع أحط عليها كاسة زيت زيتون وعصر النوب ليمون اللي حسيتم أنتم الحموضة اللي تحبونها أنتم. في ناس مثلا ما يحبونها حامضة مثلا. أنا بالنسبة لي مثلا أحط ليمونتين 3، أحبها مثلا التبولة حامضة. إذا عندك حدا بالبيت ما يحب الحموضة نقصي مثلا صحن
وحط الحامض انت على الباقي، يعني طيبة، يعني حيل حيل طيبة. نعصر الليمون، انا هون عصرته تقريبا يمكن ليمون او ليمونتين، وتشوفون حموضتها يعني. هون خلصنا التبولتين، هلأ صار وقت ندوق أي أطيب. أنا من عشاق تبولة الخس يعني، وأحب تبولة البقدونس، إنه ما أحبها يعني وآكلها، ما أقول لا تعال يحط لي تبولة بقدونس. جربت الاثنين، والله 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 على ما أقول شهيد، عن جد تبولة البقدونس أطيب. تبولة البقدونس لا يعلى عليها، يعني تبولة البقدونس تاخذ الدرجة 100%. تبولة الخس طيبة، يعني 75% بالنسبة لطيابة تبولة البقدونس، يعني اثنين طيبين. إذا أنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة، وإذا أنتم مشتركين حطوا لي لايك وكتبوا لي تعليق بعد إذنكم إذا أنتم تحبون تبولة الخس ولا البقدونس. الاثنين طيبين للأمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.